بعد نكسة 67 كان الفدائيين اللي موجودين في السويس بينفذوا عملياتهم ضد العدو الإسرائيلي تحت إشراف الجيش المصري، بمعنى إن كان في تعاون مشترك ما بين الفدائيين وما بين الجيش المصري، وده كان لسببين. السبب الأول إن ما يحصلش أي تعارض ما بين العمليات اللي بينفذها الفدائيين والعمليات اللي بينفذها الجيش المصري. أما السبب الثاني فكان عشان الجيش المصري هو اللي يمد الفدائيين بكل اللي يحتاجوه عشان يقدروا ينفذوا عمليات توجع العدو الإسرائيلي. وفي نهاية سنة 1969 بدأت القوات المصرية اللي موجودة غرب القناة إنها تسمع أصوات وتشوف أضواء عالية لجنازير الدبابات والمدرعات جاية من شرق القناة من الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلي داخل حصون خط بارليف. وقعدت القوات المصرية تسمع الأصوات دي كل يوم بالليل، وأول ما يطلع الفجر تختفي الأصوات والأضواء. وده كان مخلي القوات المصرية اللي موجودة في غرب القناة في حالة استعداد قصوى، لدرجة انهم بدأوا ينسوا طعم النوم. فيقرر احد الفدائيين التابعين لمنظمة سيناء العربية، واللي أسسها مجموعة من الفدائيين اللي موجودين في السويس تحت قيادة المخابرات المصرية، عشان المخابرات الحربية هي اللي كانت بتقوم بتدريبهم وهم اللي كانوا بيمدوهم بالسلاح. نرجع تاني للفدائيين اللي قرروا يعملوا العملية بالتعاون مع المخابرات الحربية المصرية، وقرروا انهم يعدوا خط القناة ويخترقوا الحصون الإسرائيلية ويشوفوا ايه اللي بيحصل هناك بالظبط. وبعد عملية الاستطلاع اللي قام بيها الفدائيين بالتعاون مع المخابرات الحربية عشان يشوفوا ايه هي انسب نقطة عشان يعدوا منها للبر التاني ويدخلوا حصون الجيش الإسرائيلي ويعرفوا مصدر الأصوات والأضواء منين بالظبط. وبعد ما قدروا يجمعوا المعلومات اللي محتاجينها عشان تنفيذ العملية، يروح الفدائيين محمود عواد ومصطفى ابو هاشم للعقيد بدر حميدة مدير مكتب المخابرات الحربية بالسويس عشان يستأذنوه في تنفيذ العملية. وكانت الخطة ان الابطال محمود عواد ومصطفى ابو هاشم هيعدوا للبر التاني للقناة لوحدهم ويستكشفوا ايه اللي بيحصل هناك بالظبط، ويرجعوا يبلغوا المعلومات للقائد بتاعهم. واول ما اخذ البطالين الموافقة من العقيد بدر حميدة، ينزل البطالين لمية القناة بالليل وياخدوها سباحة لحد ما يوصلوا للبر التاني. وأول ما يوصلوا ويعدوا الأسلاك ويعدوا نقط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، يتفاجئ البطالين باكتشاف خطير. كل الأصوات والأضواء اللي كان بيسمعها القوات المصرية في غرب القناة عبارة عن شوية كشافات وحبة مكبرات صوت. الإسرائيليين حاطين مجموعة من الكشافات بزوايا مختلفة وجنبها مكبرات صوت مسجلين عليها أصوات لجنازير الدبابات والمدرعات عشان يوهموا الجيش المصري إن فيه هجوم من الدبابات والمدرعات جاي عليهم، وتفضل القوات المصرية في حالة استعداد قصوى وما تدوقش طعم الراحة كنوع من أنواع الحرب النفسية. كعادة الرجالة بتوعنا ما بيحبوش يرجعوا إيديهم فاضية، يا إما بيسيبوا وراهم تذكار يا إما بيجيبوا معاهم تذكار. ويقدر البطلين محمود عواد ومصطفى أبو هاشم إنهم يجيبوا معاهم واحد من مكبرات الصوت اللي كان بيستخدمها الجيش الإسرائيلي في خداع القوات المصرية، ويسلموها للعقيد بدر حميدة ويبلغوه بالمعلومات اللي شافوها هناك عشان يكونوا نفذوا مهمتهم على أكمل وجه. بس لازم حضرتك تكون عارف إن العملية دي كانت جزء من عملية كبيرة اسمها عملية وضح النهار، واللي نفذها الفدائيين تحت قيادة المخابرات الحربية المصرية، واللي تسببت في خسائر كبيرة للعدو الإسرائيلي. وبإذن الله هنعمل لحضراتكم حلقة منفصلة عن عملية وضح النهار عشان نفضل دايما فاكرين أبطالنا اللي كانوا بيضحوا بحياتهم عشان خاطر تحرير الأرض، واللي كانوا وهيفضلوا جزء من تاريخ مصر المشرف. وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.